السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. أما بالنسبة للوصفة ديال اليوم فهي عبارة عن صابلي ديال مناسبات الأسبوع، سهل التحضير، ممكن أي مبتدئ أنها توجده. وغادي نخليكم البنات مع اللقطات من سبوع ولد خويا، الله يحفظه ويحفظ الوالدين ويحفظ جميع وليدات المسلمين. اما بالنسبه للمقادير ديال هذا الصابلي، هنا غادي في اناء غادي نوضع رشه ديال الملح، وعندي 125 غرام ديال الزبده. انا درت زبده حيوانيه، وهنا غادي ندير غير نصف الكميه. الا بغيتو تدوبلوا المقادير او تضاعفوا المقادير كديروا 250 غرام ديال الزبده. انا عندي كاس ديال السنيده ورشه ديال الملح و125 غرام ديال الزبده الحيوانيه. هنا عندي 3 المعالق كبار ديال النيدو او حليب غبره، وغادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نخلط الكل جيدا. هنا غادي نضيف واحد 2 معالق كبار عامرين ديال زيت المائده، هنا باش نحصلوا على واحد الصابلي اللي كيجي في الحقيقه مقرمش. ولا بغيتو تضاعفوا المقادير كديروا 250 غرام ديال الزبده و2 كيسان ديال السنيده، وكديروا 4 المعالق كبار ديال زيت المائده باش تحصلوا على الكميه مضاعفه من الصابلي. هنا غادي نضيف هنا معلقه نصف ملعقه صغيره ديال نكهه الناطه، اللي في الحقيقه كتعطي الصابلي واحد المذاق اللي هو رائع. هنا غادي نخلط الكل بيديه جيدا حتى غادي تذوب السنيده تماما وما تبقاش باينه ليا مع الزبده. وغادي نضيف واحد البيضه كيف كتشوفون. غادي نخلط الكل جيدا. انا من بعد ما ضفت هاد البيضه غادي نخلط بيديه او بالباتور او الطراب اليدوي. انا فضلت هنا نخلط بيديه كيف موالفه. هنا حتى غادي نتحصل على واحد الخليط كيف كتشوفوا بحال خليط كريمي، وتذوب السنيده كي قلت لكم تماما. هنا من بعد ما خلطت هاد الزبده والسنيده والبيض غادي هنايا 2 معالق ديال الزيت ورشه ديال الملح. غادي نضيف تقريبا هنايا 3 د الكيسان ونص وربع من الدقيق وراس معلقه ديال الخميره الكيماويه، وغادي نبقى نعجن بهكا بهذه الطريقه حتى غادي نتحصل على واحد العجينه لينه. قلت لكم 3 الكيسان قياس العلبه وربع ما يعادل 350 غرام. ولا بغيتو تضاعفوا ماشي 350 غرام، عفوا 325 غرام ديال الدقيق، او لا 3 الكيسان وربع قياس كاس العنبه. ولا بغيتو تضاعفوا المقادير كديروا تقريبا 6 الكيسان ونصف ما يعادل 650 غرام ديال الدقيق. انا غادي نضيف الكميه اللي بقات عندي ديال الدقيق، وغادي نخلط الكل جيدا كي قلت لكم حتى غادي نتحصلوا على واحد العجينه اللي هي رطبه ولينه. هنا غادي نوضع الكميه اللي بقات عندي كيف قلت لكم من الدقيق، والدقيق بطبيعه الحال يكون مغربل.
وغادي نبدا نخلط. ودائما العجينه تاع الصابلي كيف كتعرفوا خاصها تكون طريه وما تكونش قاصحه باش ينجح معنا الصابلي 100%. وهذا هو الشكل ديال العجينه الصابلي اللي وجدت معكم. كيف كتشوفوا كتجيب هذا الشكل هذا، ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف. وهنا غادي نوضعها في واحد البلاستيك غذائي، وغنوضعها في الثلاجه لمده واحد تقريبا على الاقل واحد نصف ساعه. وغادي نسرحها هنايا ما بين هاد جوج بلاستيكات كي كتشوفوا، غنسرحها بهذا الشكل. وغادي نطبعها بهاد الطويبعات، هما كيتباعوا عند بائع لوازم الحلويات، كيكونوا باشكال كثيره. اي شكل بغيتوه البنات كيكون لهاد الاشكال ديال الكسيوات اولا بحال هكا دميات، مهم لكم الاختيار. وغادي نوضعها هنايا في الصينيه ديال الفرن، وغنشعل على الفرن على درجه حراره 170. وغادي نشعل عليه من التحت حتى غطيه بشويه من التحت، عاد نشعل عليه من الفوق. وهادو هما الطويبعات اللي قلت لكم البنات. ومن بعد ما غادي طيب هاد يطيب هاد الصابلي، غناخذ واحد عجينه ديال الشوكولاته. انا هنا صوبتها، ولكن البنات باقي ما حطيتهاش في القناه. ان شاء الله نحط لكم فيديو ديال عجينه الشوكولاته. وغادي نوضعها فوق من عفوا هاد الصابلي، وغادي نلصقها بالكليكوز. وهذا هو الشكل ديال الصابلي اللي وجدت معكم البنات. ونتمنى البنات انه ينال الاعجاب ديالكم. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم لقناتي وقناتكم وصفات بلادي. كنشكركم بزاف بزاف. ودابا غادي نخليكم البنات مع لقطات كي قلت لكم في بدايه الفيديو، مع لقطات من السبوع. نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم. وشكرا بزاف لكم على المتابعه.